تجلس مع نفسك الليلة وتشوف وش الأشياء التي تقع تحت بند يجب في حياتك. ما هي الأشياء التي تقع تحت بند يجب في حياتك؟ نجي للعزائم. وش اللي يجب عندك؟ يجب 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 يجب. راجعها يا أخي، وش اللي يجب؟ هل هي هذه اليجب يعني سواها الرسول؟ هل هي يجب قائمة على قانون ما تقدر تتجاوزه؟ هل هي يجب؟ وش يجب؟ طيب في ما يتعلق بالولائم يجب. طيب في اللبس وش اللي لازم المفروض ويجب؟ طيب نجي في مسألة درجاتك وشهاداتك يجب ولازم المفروض. تجي لتعاملك مع زوجتك يجب أن يجي يلقى الغداء جاهز. يجب لا تشوه حياتك وتؤذي نفسك. لا تؤذي نفسك، لأن الإنسان يشعر بالسخط العالي جدا من نفسه إذا خالف يجباته. إذا كل ما حصل على ما يجب يضيق صدره. بل أني اكتشفت يا جماعة، وأنا كنت يعني أبحث وما زلت عن الغضب. ما الذي يغضب الناس؟ ما الذي يجعل الإنسان غضوب؟ وجدت أن من أكثر الأشياء التي تجعل الإنسان غضوب هو بند يجب. عند اقتحام الإنسان الآخر لمساحة اليجب حقتي أغضب. تلقى واحد ماسك الطريق ويلف عليه واحد ويغضب وهو يسوق. ليش يغضب؟ يا أخي لازم، مو من حقه يدخل علي، يجب أنه يلتزم بكذا وكذا. لما تكثر اليجبات، يجب على زوجتك كذا ويجب على أبنائك كذا ويجب على، تصبح إنسان لوام، تصبح إنسان متذمر، تصبح إنسان غضوب، تصبح إنسان لا يطاق. أنت لا تطيق نفسك. شوي ارفض. الحياة أجمل وأبسط مما تفرضه أنت على نفسك. خلوني أشرح لكم يجب هذه شو تسوي. ممتاز. في الغالب أنا اللي يقول لي ياسر يجب كذا، أقول له من قال يجب؟ ما الذي أوجبه؟ بس أنا أسأل هذا السؤال له لأصحح لديه هذه الكلمة يجب أن أقلل على الأقل التزامه بها. أقول له من اللي قال يجب؟ ما في، بس هي كذا معروفة. وش اللي معروف؟ أنا ملزم به؟ لا، ماني ملزم به، لست ملزم به. خلونا نشوف الآن وش ماذا يترتب على كلمة يجب. واحد، أنا عندي 3 مستويات. أنا مو بياسر، أنا الإنسان عندي 3 مستويات في المشاعر. المستوى الأول يسمى مستوى الطموح، هذا الطموح. المستوى الثاني يسمى مستوى الرضا. المستوى الثالث يسمى مستوى السخط. تمام؟ 3 أشياء: أني أزعل ما أرضى، أو أكون راضي، أو الطموح. مشكلة كثير من الناس يا جماعة أنه